السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هننطلق في مغامرة جديدة، هنغوص في أعماق المحيطات ونسافر عبر الزمن لاكتشاف أسرار مدينة أطلانتس المفقودة، المدينة اللي حيرت العالم بأسرارها. هل كانت أطلانتس حقيقة ولا مجرد أسطورة؟ وإيه النظريات اللي بتقول إنها اختفت تحت؟ هل كانت أطلانتس حقيقة ولا مجرد قصة من نسج الخيال؟ في الفيديو ده هنستعرض مع بعض أصل الأسطورة، الحقائق والنظريات العلمية والأساطير اللي حيرت العالم. استعدوا لرحلة مثيرة مليانة بالغموض والإثارة، هتاخدنا لعالم من الخيال والواقع. أطلانتس ذكرت لأول مرة في كتابات الفيلسوف اليوناني أفلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد. أفلاطون وصف أطلانتس كجزيرة عظيمة تقع خلف أعمدة هرقل، مضيق جبل طارق حالياً، وكانت موطن لحضارة متقدمة بشكل مذهل. لكن في ليلة واحدة اختفت الجزيرة تحت الماء بسبب زلزال أو تسونامي. البحث عن أطلانتس على مر العصور، حاول العلماء والمستكشفين يلاقوا أطلانتس. نظريات كتيرة ظهرت عن مكانها: جزيرة سانتوريني. بعض العلماء بيعتقدوا إن أطلانتس كانت موجودة في جزيرة سانتوريني في اليونان، اللي اتدمرت بسبب انفجار بركاني هائل حوالي 1500 قبل الميلاد. البحر الكاريبي، فيه نظريات بتقول إن أطلانتس كانت موجودة في البحر الكاريبي، تحديداً في منطقة جزر البهاما. المحيط الأطلسي، بعض الباحثين بيعتقدوا إن أطلانتس كانت جزيرة ضخمة في المحيط الأطلسي، ودي النظرية اللي بتتوافق مع وصف أفلاطون. أفلاطون وصف أطلانتس كمدينة متقدمة جداً في التكنولوجيا والهندسة، كانوا عندهم مباني عظيمة وقنوات مائية ونظم ري متقدمة. بعض النظريات بتقول إن أطلانتس كانت تمتلك تكنولوجيا متقدمة بشكل مذهل، حتى إنهم قدروا يسخروا الطاقة من البلورات. النظريات الخارقة للطبيعة بعيدة عن العلم، في نظريات بتقول إن أطلانتس كانت حضارة متقدمة جدا، وربما كانت على اتصال بكائنات فضائية أو استخدمت قوى خارقة للطبيعة. بعض الناس بيعتقدوا إن الأطلنطيين كانوا يمتلكوا قدرات عقلية خارقة زي التليباثي والتحكم في العناصر الطبيعية. خاتمة اللغز بتاع أطلانتس هيفضل واحد من أكتر الألغاز المحيرة في التاريخ. سواء كانت حقيقة أو خيال، أطلانتس بقت رمز للحضارة المفقودة والتكنولوجيا المتقدمة اللي اتدمرت في لحظة. هل ممكن نلاقي أطلانتس يوماً ما؟ ده سؤال هنفضل نطرحه لحد ما نكتشف الحقيقة. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد عن أسرار الحضارات القديمة والأماكن الغامضة. شوفكم في الفيديو الجاي.